بعد التأجيل عدة مرات، وصل الرئيس الجزائري إلى العاصمة موسكو في زيارة تستغرق 3 أيام. تسكر وتفتح، ما شاء الله ما شاء الله. واش انت كتكيف ولا مالك؟ وفقا لبيان الرئاسة الجزائرية، فإن الزيارة أتت تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان في استقباله وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشين. شكون هو؟ وزير الزراعة الروسي. إنا لله ودعمت. وزير الزراعة الروسي. ولن نتعاطى مع ما كان يريد ولا كده. أيوة كده يا وديع. يا خرا شنو هذا؟ ناري. ناخذ صورة عامة. اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ نتوما ما تصفقوا ما تزغرتوا. تهدف الزيارة إلى التوصل لصفقات تعاون في قطاعات الطاقة. والله بهدلتوا بينا. روح لي الفاصل، بعد ما تجي الكهرباء نعاود نرجعوا. يلا روح لي. والزراعة. هذه البلاد تاع الجزائر الله يبارك، الغازون ميت يتبنتر بلا كولار فار، فلاشين ما صراتش، الغازون صفر يرجع خضر 2 دقائق. علم الاحياء اللي هنا على بالك. شوف اخويا ها الالجيري. والصناعة. يا جماعه البرويط هذه السيده ويقول خدمين هذه الجزائر، ولا مخدومه في الجزائر يا جماعه، مدينه الجيري. بصح البرويط هذه مخدومه هنا، مخدومه هنا، والبالا هذا كلش مخدوم فيها هنا. والبنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات. يا الرايس يا البلاط يا الجزائر الجديدة تعني هناك الجزائر. والله تربحك يا الدولة البلعوطة هذه. إذا في مدينة جديدة في ورن. تهدف الزيارة إلى التوصل لصفقات تعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات. سكتونا سيادي، سكتونا، المرشح غادي يدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص بلدي الجزائر، أبدأ وأقول فخامة الرئيس فلاديمير بوتين سمو الشيخ حاكم إمارة الخيمة، إمارة الخيمة، لا 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 خلاص الخيمة،
سيدات فضليات السادة الأفاضل، يطيب لي في هذه البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام. واسمحوا لي كذلك أن أعبر عن عميق شكري للقائمين على تنظيم هذا المنتدى الرائد الذي أصبح منذ إنشائه في 1997 يا خرج شنو هذا؟ حدثا اقتصاديا متميزا عالميا. مصائر الشعوب وتشابكها، إذ أشيد في هذه المناسبة بمساهمة روسيا في التخفيف من حدة جانب من الأزمات الراهنة ومساهمتها في استقرار أسعار الطاقة العالمية. لقد كانت المحادثات للارتقاء سيدات فضليات والسادة الأفاضل تشهد الجزائر مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة من خلال استراتيجياتها الوطنية، حيث أصبحت حاليا وجهة للاستثمار واعد بفضل الإصلاحات المحورية التي جسدتها الحكومة والتحفيزات العديدة التي كرست مناخا محفزا للمتعاملين اقتصاديا في بلد عازم على تنفيذ خطة استثمارية طموحة في السنوات المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة، بما فيها الصناعات الغذائية والتحويلية. فالجزائر ستعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء وكل المجالات التي من شأنها الإسهام في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيير المناخي. وبهذا الصدد أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمر، وعليه فإنني أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مجدية في مختلف القطاعات ووفق مقارنة رابح. الجزائر تسجل نمو بنسبة 4.3%، يعني عكس ما يجري في البلدان الأخرى المجاورة. اسقعد يا عمر اجي نقي لنا المنافقين. وهذه الوتيرة ستزداد سرعة انطلاقا من سنة 2023، يعني السنة الحالية. ما في خبريش باللي سيدنا ما خلصش لا فيزيت تكنيك ديال ملغيته. أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.